لو شافوني راكب عربية البيت الهادي فلاذي طلبته ده بايدك انت خسرته نفسي اعرف بس ليه هي زيزو المايسترو جبته راجع لما شفته الشناك في المواجع تعيشوا فيها كام سنة شفتوا صيتي ربع اللي عند ربنا ما تتأمنوش مهما رحتوا صعب يوم بتوصلولي لو سمحتوا اخركم بس انتوا تبصولي ليه فرحتوا ليه بدمع عيون انتم وحوش اعيش معاكوا راجل تحطوني في مشاكل ما هو انت لسه واكل رحت تاني ولا ايه معنى الكلام مضمون على جعلة مش يصونوا كل هدفكم تخون نفسي اعرف بس ليه لو شافوني راكب عربية البيت بيقولولي عامل فيها عم المهم يكلموني قدم اللي عندك بقى يا عم كلاب فلوس لاجل رزم يكونوا خدم او عبيد يا جزم سبتوني في الشدة وحيد ده لو لازم اجيب قطر واقطع وريد مني فوق الهادي فلاذي طلبته ده بايدك انت خسرته ده كلامي حتى وفرته وكسرت شريحة نهائي اللي بينكم وبيني كان مصلحة وديني شايلكوا جوا عيني كل اصحابي بقوا اعدائي ادي دقني لو سلكته 5 دقايق تقول له الحقني يقولك اقفل اصل سايق صدقني لو كنت واحدة تقوم حرايق يا عالصحاب صب ويسكي في صحة اي كلب فيهم عمري ما اشكي لو بموت مش هناديهم مهما احكي ما اقدرش اوصف كرهي ليه شفت العذاب مفتاح الفرحة صدى قلبي مش راضي يهدى نص العمر ده عاد وانا لسه في مكان يا نصيبي تحت امرك احكم راضي بقدرك صبرك يا قلبي صبرك بلاش عادة تاني يا ابن ادم دي اخرتك متر في متر هتترادم مش هتاخد منها شيء ساعة الندم هتقول يا ريت عشت في سنة من غير غرور لو غرورك سوحك افتكر انك جاي دورك وجاي غيرك اقوى منك سوق امورك القدر جاي يرنك جايلك دور طفحوا معانا في بيتنا دول شوهوا سمعتنا اول ناس جابوا سيرتنا عملوش حساب لعيش يرنوا لاجل جيبي كم حد قال حبيبي دوت قدري ونصيبي عرفنا على وشوش قشر زيزو المايسترو في الساحة يا ابني ملوش بديل عمو بسكوت صوته دوا ملوش مثيل عمو الماجيك كلامه يا ابني ملوش بديل عالساحة ثابتين احمد بليسي رجولة وإدارة ونجاح اسمه عالي ده صيته يا ابني اكتساح جايب معاه